يمكن واحدة من أكتر الحاجات اللي تبهرني في عقلنا كبني آدمين هي فكرة إن أنت عقلك قادر جدًا اللي هو يقنعك بأغبى القرارات اللي أنت ممكن تاخدها في حياتك، لمجرد إن أنت عايز تعمل الحاجة ديّة. يعني مثلًا تلاقي واحد معهوش غير 200 جنيه هيكفّوه لحد آخر الشهر، وتلاقي بعديها على طول صحابه مثلًا كلموه، هتلاقي عقله بيقنعه إن أنت انزل معاهم، أنت محتاج تفُك عن نفسك عشان ما تخشش في اكتئاب وهنتصرّف بعدين. هيعمل إيه بقى بعدين دي مش مشكلتنا دلوقتي، المهم إن عقلك أقنعك إن دي أكتر حاجة مناسبة المفروض تعملها دلوقتي. ولو إن في حاجات أنا متأكد إن أنا وأنت هنختلف فيها وفي حاجات هنتفق فيها، اللي أنا في برضه حاجات أنا عايزك تحطها حلقة في ودنك، بس أنا مش هاوريها لك دلوقتي، هاوريها لك في آخر الفيديو. والموضوع مش عشان تتفرج على الفيديو لحد الآخر والكلام ده لأ، هو بس الفكرة إن أنا لو قُلتها لك دلوقتي الموضوع مش هيrelate أو مش هتستوعب اللي أنا باقوله أوي غير لمّا أدّي لك أمثلة. وأول حاجة معانا هي الأيفون. ومع إن أنا عارف إن في ناس كتيرة جدًا هتعترض عليّا في الموضوع دوّة، اللي أنا عايز أنبّهك على حاجة بقى، سعر الأيفون ذات نفسه أو تمنه جزء كبير منه راجع لإن الشركة أصلًا عاملة branding كويس، مش تمن الموبايل، لإن تمن الموبايل يعتبر مبالغ فيه جدًا على الموبايل، ومع ذلك أنا ما عنديش مشكلة خالص إن أنت تشتريه لو أنت معاك فلوسه. أنت عارف بقى أنا مشكلتي مع مين؟ مشكلتي كلها مع اللي يروح يتداين أو يستلف من أي حد لمجرد إن هو يروح يشتريه أو يروح يقسطه. طب أنت ليه بتعمل في نفسك كده؟ هو ده بقى اللي أنا كنت باتكلم فيه في أول الفيديو، اللي أنت هتلاقي عقلك أقنعك مليون في المِيّة إن أنت أكيد محتاج الموبايل دوّة، أنت أكيد محتاج الكاميرا بتاعته، مع إن في موبايلات أرخص بكتير والكاميرا بتاعتها كويسة جدًا، إن لأ، أنا محتاج الموبايل دوّة ومش هاجيب غيره. الحاجة التانية بقى اللي أنا عايز أفهمها لك بجد هي فكرة إن الhype بقى والحماس اللي هو كان واخدك أنت عشان تجيب الموبايل، أقسم بالله بعد شهر واحد بس من ساعة ما تجيب الموبايل الحماس ده كله هيروح. أنت عارف إيه اللي هيتبقى معاك؟ القسط اللي عليك على آخر الشهر. تاني حاجة بقى هي العربية. أنا عارف إن معظم الناس اللي بتتفرج على القناة ديّة دلوقتي حاليًا ما بين ال18 لل30 وممكن يبقى في كام حد كده ما بين ال30 وال35، بس معظمهم يعني ما بين ال18 لل30. وهو ده السن بقى اللي أنا باتكلم معاك فيه. هو فكرة إن أنت لو بتفكر إن أنت تشتري عربية دلوقتي تقسطها يعني من مرتبك وهي هتاخد أكتر من نص مرتبك، فده مش أحسن قرار. هتقولي ليه؟ هاقول لك لإن أنت مش ضامن بكرة أصلًا عامل إزاي معاك. طبعًا كل حاجة بنتوكل على الله ما فيش أي مشكلة أنا معاك في الموضوع دوّة، بس فكرة إن أنت مش ضامن كمان سنتين هل هتقدر تدفع تمن القسط دوّة والّا لأ. فما ينفعش الأسباب بتاعتك إن أنت عشان تشتري عربية تكون غبية، لأ لازم يكون عندك سبب قوي إن أنت تشتري العربية ديّة. سبب قوي بقى شبه إيه؟ شبه مثلًا باباك ومامتك تعبانين ومحتاجين إن أنت تريّحهم مثلًا من المواصلات. مراتك مثلًا بتتبهدل في المواصلات فأنت محتاج إن أنت توصّلها هي والعيال مثلًا كل يوم. دي أسباب اللي تخلّيك تشتري عربية، بس ما ينفعش تبقى سبب شرا العربية إن أنت عندك صحابك كلّهم معاهم عربيات فأنت كمان عايز عربية. لأ، ده كده استعباط. والفكرة إن أنت عارف ومتأكد هل أنت السبب بتاعك قوي والّا لأ، لإن في الأول وفي الآخر ما حدش بيضحك على نَفْسه. تالت حاجة هي فكرة الإيجار الغالي، يعني فكرة إن حد يبقى عايش في مكان هو الإيجار بتاعه أغلى من إمكانياته. أسباب بقى اللي أنت ممكن تبقى مغترب دي أسباب كتير، ممكن تبقى أنت مثلًا متغرّب عشان الدراسة، متغرّب عشان الشغل، حابب تستقل بنَفْسك، ممكن واحد مثلًا ما كانش معاه إمكانيات اللي هو يتجوّز شقة تمليك، فبالتالي حَب اللي هو ياخد إيجار الأول وبعد كده ربنا يسهّل له، أيًا كان يعني، عمومًا ربنا يكون في عون الجميع. بس هي فكرة إن أنت تكون الإيجار بتاعك أغلى من الإمكانيات بتاعتك، دي مش أحسن حاجة ممكن تعملها. اللي أنا مقتنع بيه مليون في المِيّة هي فكرة إن أنت الإيجار بتاعك ما ينفعش يزيد أكتر من الربع لتِلت مرتبك. يعني إيه؟ يعني أنا لو مرتبي 10.000 فبالتالي الإيجار اللي أنا أو الشقة اللي أنا أدوّر على إيجار ليها يكون الإيجار بتاعها حوالي ما بين 2500 ل3. في ناس بقى ممكن بالنسبة لها ما عندهاش مشكلة إن هي تيجي على حاجة تانية في الميزانية بتاعتها لمجرد إن هي تسكن في حتة أحسن مثلًا، أو واحد تاني مثلًا يقول لك أنا مثلًا باخرج 4 مرات في الشهر، لأ أنا هاخلّيهم مرتين، والمرتين اللي أنا وفّرتهم دُولة أنا هادوّر على إيجار شقة تكون في منطقة أنضف شوية. فبالتالي ماشي ما فيش مشكلة. ليه؟ المهم إن أنت تبقى عارف أنت فلوسك رايحة فين وشِلت إيه حطيته مكان إيه. رابع حاجة بقى هي فكرة الأكل من برّه. أنا ما عنديش مشكلة الأكل من برّه، بالعكس أنا باحب أطلع آكل برّه وباحب أخرج وباحب أتفسح، كده عادي ما فيش مشكلة. مشكلتي مع اللي يبقى عمّال على بطّال. يعني إيه؟ ما ينفعش الموضوع يبقى استسهال، ما تاكل في البيت. وأنا هنا مش باتكلم الموضوع بقى اللي هو الأكل من برّه ليه أضرار صحية والكلام ده كلّه، الكلام ده كلّه أنت عارفه، الكلام ده أنا مش هازيد لك فيه حاجة تمام. أنا باتكلم من منظور يعني من منظور مادي، من ناحية إن أنت كمية الفلوس اللي أنت بتصرفها على الأكل من برّه أنت كنت ممكن تعمل بيها حاجات تانية أكتر بكتير. طبعًا هييجي واحد ييجي يقول لك طب ما أنا ما عنديش وقت أصلًا إن أنا آكل أكل من بيتي يعني، أو أنا ما عنديش مثلًا وقت إن أنا أطبخ لنفسي، خصوصًا كمان إن أنا مثلًا متغرب أو أيًا كان أو عايش لوحدي أو غيره أو غيره أو غيره. ما فيش مشكلة، بس ما يبقاش كل يوم. يعني مثلًا يبقى إيه مرتين في الأسبوع اليوم اللي أنت راجع فيه تعبان أوي. ممكن في يوم مثلًا يوم شبه يوم الجمعة لو أنت بتاخد إجازة الجمعة اللي أنت
تعمل اكل الاسبوع كله وتشيله في الثلاجه، بحيث ان انت بعد كده كل يوم ترجع من الشغل تطلع الاكل بتاع اليوم وتاكله. هتاخد بالك ان الموضوع هيفرق معاك جدا، هيفرق بقى معاك في المصاريف، هيفرق معاك صحيا، هيفرق معاك في حاجات كتيره جدا اقسم بالله، وهتشكرني بعدين على الموضوع ده. خامس حاجه بقى معانا هي الهدوم الاكتر من اللازم. يعني ايه؟ يعني انا ما اكدبش عليك، انا واحد من الناس بحب اشتري هدوم، انا واحد من الناس بتبسط نفسيا بستريح، تمام، والموضوع بيخليني في حته يعني تانية خالص. بس بقى اللي بتكلم فيه هو ايه؟ فكره ان انت تبقى عامل حسابك مثلا ان انت تنزل تشتري بنطلون جينز وترجع تلاقي نفسك معاك بنطلون جينز وكوتشي وقميص وجاكيت حاجات انت ما كنتش عامل حسابك اصلا ان انت تشتريها، واجي اكلمك تيجي تقول لي اصل ده كان فيه عرض. والله يعني مفيش عرض غيرك، بس هي الفكره ان انت ما كنتش محتاج الحاجات دي، فبالتالي الراجل عارف يلبسها لك من الاخر يعني. فانت مش حويط ان انت استغلت العرض. يا اما انت تبقى نازل محدد انت عايز تشتري ايه اصلا، انا نازل اشتري بنطلون جينز يبقى انا نازل اشتري بنطلون جينز. الحاجه التانيه هي ان انت مثلا تبقى حاطط بادجت اللي انت هتنزل تشتري بيها الحاجات دي، عامل مثلا حسابك اللي هو انا هنزل ب 2000 جنيه، هشتري اللي اقدر اشتري بيه، فبالتالي ايا كان بقى اللي انت تعرف تشتريه بال 2000 اشتريه. تعالى بقى دلوقتي اقول لك اللي انا كنت عايز اقوله لك اصلا في اول الفيديو، بس قلت خلوه لك لحد الاخر بحيث ان انت تبقى رابط اللي انا قلته باللي انا هقوله لك دلوقتي. بس قبل ما اعمل كده انا فعلا حابب ان انت تكتب لي تحت في الكومنتس ايه هي الحاجه اللي انت شايف ان انا كنت المفروض اقولها وما قلتهاش، يبقى دي تحت في الكومنتس وممكن بقى نقعد نتكلم فيها مع بعض. اول حاجه معانا هي فكره ان الموضوع نسبي بحت. يعني ممكن واحد بالنسبه له اللي هو بيصرف 1000 جنيه في اليوم مثلا كخروجه ولا حاجه عادي، واحد تاني بالنسبه له 200 300 جنيه هم دول الليميت اللي هو حاطه لنفسه. ما ينفعش اجي اقول ان دوت غلط ودوت صح، لا، الموضوع راجع لكل شخص هو الليميت اللي حاطه لنفسه، تمام. الفكره بقى في ايه؟ ان انت عارف الليميت اللي انت حاطه لنفسك، فانت بتبقى عارف امتى انت ماشي صح وامتى انت كده زودتها عن الحد اللي انت حاطه لنفسك. وده يودينا للنقطه الثانيه، خد بالك، وهي ان انا مقتنع مليون في الميه ان انا بشتغل عشان اعيش، مش بعيش عشان اشتغل. فاهم قصدي ايه؟ يعني انا مش مقتنع خالص بفكره ان انا اقضي طول الشهر ما بعملش اي حاجه في حياتي غير ان انا رايح من الشغل جاي من الشغل، يعني ولا عندي وقت اقعد مع اهلي، ولا عندي وقت اخرج مع اصحابي، ولا عندي وقت اعمل اي حاجه بتبسطك، لمجرد ان انت لازم تنام بدري وتصحى بدري. عشان كده بقى انت لو فعلا بتتابع الفيديوهات بتاعتي تاخد بالك ان انا دايما بتكلم عن الفريلانسنج والعمل الحر، والموضوع مش بتكلم عنه دلوقتي، مش هتكلم عن الناحيه الماديه دلوقتي، بغض النظر ان الناحيه الماديه اكيد افضل، بس انا دلوقتي هكلمك من ناحيه ان انت الفريلانسنج بيسيب لك وقت وبيخليك تتحكم في وقتك بطريقه انت مش متخيلها. بطريقه حته ان انت، انا لو عايز اخرج مع اصحابي دلوقتي واسيب الشغل اخليه بالليل هعمل كده، لو عايز اشتغل دلوقتي واخرج مع اصحابي بالليل هقدر اعمل كده. الموضوع في الاول وفي الاخر راجع لك انت. فانت لو فعلا حابب تتعلم حاجه شبه ديت خليك تتابع معايا الشانل واعمل سبسكرايب بقى. طبعا مش هقول لك بقى اعمل شير والكلام ده كله لان مفيش حد بيعمل شير، فاعمل سبسكرايب لو انت حابب تشوف الفيديوهات اللي جايه. تالت حاجه بقى، مش معنى ان انا قلت لك على حاجه اللي هي مش مناسبه ليك دلوقتي ده معناه اللي هي مش مناسبه ليك قدام. يعني ايه؟ هتاخد بالك ان انا بتكلم معاك فتره العشرينات، تمام، مش بتكلم على بعد كده ولا قبل كده، فبالتالي انت الفتره ديت احنا معظمنا بيبقى اللي هو ايه، بيتنطط من الشغل للتاني من الشركه للتانيه، انت لسه مش عارف الكارير بتاعك اصلا ملامحه عامله ازاي. مش احسن قرار ان انت تحط نفسك في دين او تحط نفسك في قسط انت مش عارف هتسدده على سنتين ثلاثه ازاي اصلا. على العكس انت لو قدام شويه ان شاء الله، فانت بالتالي ما خلاص انت عارف الكارير بتاعك، الشركه بتاعتك اللي انت فيها خلاص ثبت رجلك فيها، فبالتالي انت لو حابب بقى تشتري حاجه او ايا كان فانت خلاص مش هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لك ولا هيبقى فيها صعوبه ان شاء الله يعني. ده ينقلنا نقطه رقم 4 وهي فكره ان السبب يغلب اي حاجه. يعني انت لو عندك سبب قوي ان انت تشتري حاجه من اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها اللي فاتت ديت، انسى اللي انا قلته ده كله. ليه؟ لان انت ممكن يكون عندك سبب قوي مثلا زي ان انا زي ما قلت مثلا في موضوع العربيه، باباك مامتك مراتك عيالك ايا كان انت حابب مثلا انت ترحمهم من بهدله المواصلات، فساعتها فعلا انسب حاجه انت تعملها حتى لو هتيجي على نفسك ماديا او جسديا او نفسيا او ايا كان، اعملها، مفيش اي مشكله، تمام. انما ما يبقاش السبب بتاعك اللي هو زي ما قلت في الاول ان اصل اصحابي كلهم جايبين عربيه فانا عايز اعمل شبههم ومستعد ان انا احط نفسي في دين سنتين ثلاثه اربعه خمسه لمجرد ان انا ابقى اعمل زيهم، فلا ده مش احسن حاجه. طبعا بقى لو عجبك الفيديو احنا كده خلاص الحمد لله خلصنا، ما تنساش تعمل سبسكرايب، ما تنساش تتفرج على الفيديوهات الثانيه يمكن ان شاء الله تستفاد بيها برضه زي ما استفدت في الفيديو ده.